يا مساء الفل، هنعمل مع بعض النهاردة خبز البالون التركي. يلا مع بعض نشوف المقادير. كوباية ونص لبن، معلقة كبيرة خميرة فورية، ومعلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، ومعايا نص كيلو دقيق. أحط الملح على الدقيق. يلا ننشط الخميرة. هنجيب كوباية نحط فيها السكر والخميرة، وبعدها أنزل بنص كوباية لبن دافي. اللبن معايا بيكون دافي عشان الخميرة تنشط. تمام، وأقلب كويس قوي واسيبها على جنب لحد ما تنشط كويس. اغطيها بس كده، نشطت معايا وبقت زي الفل. ادام عملت الرغاوي دي يبقى نشط. تمام، انزل بيها على الدقيق، وبعد كده بنزل باللبن. وزي ما اتفقنا ان في انواع كتير من الدقيق، في دقيق بيحتاج سوائل وفي دقيق ما بيحتاجش. تمام، يعني احنا نعجن، لا حسينا ان هي محتاجة شوية سوائل بنزل شوية لبن، مش محتاجة وزي الفل يبقى المقادير بتاعتنا كويس. تمام كده، هعجنها كويس قوي. انزل بايدي واعجن لحد ما توصل معايا للقوام ده، ناعمة وطرية وزي الفل. أسيبها تختمر من نص ساعة لساعة إلا ربع كده، عشان احنا يعتبر لسه الجو لسه ما بردش برضو. وأغطيها بفوطة وأسيبها تختمر. بعد ما اختمرت معايا والمدة عدت وضاعفت حجمها بقى بالشكل ده، نخرج الهواء اللي فيها كله وانزلها معايا. وأقسم العجين لست قطع، نحاول يبقى كله قد بعضه. طريقة سهلة وجميلة وما فيهاش حاجة صعبة. نغطيها معايا بفوطة عشان ما تنشفش، واسيبها ان هي ترتاح شوية. بعد ما ارتاحت اخد اول كورة معايا لبن وسمسم، لبن وسمسم. انزل قطعة العجينة في اللبن، بالشكل ده، واخدها على السمسم على طول. احاول ان انا اغطيها كاملة بالسمسم. افردها بالنشابة. انا مش عايزاها تبقى تخينة قوي ولا رفيعة قوي، تبقى الوسط. معانا بالشكل ده. وبعدها اجيب قطاعة واقسم الرغيف لأربع اجزاء او 4 تربع. مفيش اسهل من كده تقطيع. هتبقى معانا بالشكل ده. احطها على صينية مرشوشة دقيق،
نعمل واحدة كمان مع بعض. في اللبن وبعد كده السمسم. الحلو في الوصفة دي سريعة ومكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت. افردها كده بالشكل ده وبعد كده بقطعها برضو 4 تربع. عندك القطاعة، عندك سكينة، الاتنين زي الفل. دي سمكها بيبقى عامل كده، لا بتبقى تخينة قوي ولا رفيعة قوي. بصوا سمكها عامل ازاي. وكده يكون شكلها مرصوص على صينية وفيها رشة دقيق. وده باقي الكمية، انا خلصتها بسيبها برضو ترتاح. بغطيها وبعد ما ارتاحت واتضاعفت حجمها يلا بينا نسويها. هيبقى معانا زيت وننزل بالعجينة بالشكل ده، وبالزيت بالمعلقة كده واحدة واحدة انزل على العجينة نفسها الزيت. فاكرين فكرة السمبوسك؟ هتبقى نفس الفكرة بالظبط لحد ما تنفخ معايا بالشكل ده. عشان كده اتسمت بخبز البالون، ان هي بتنفخ زي البالونة. بعد ما نفخت معايا بالشكل ده بقلبها على الوش التاني، تاخد لون معايا يبقى الدهبي اللي هو الفاتح ده، واطلعها على طول. ما تحاوليش تحطي كتير في الطاسة عشان ما تتلخبطيش بيهم. حاولي 2 3 يبقى مش اكتر من كده. اطلعها على مناديل. نعمل كمان دور. اغطيها بالزيت بالشكل ده يبقى من فوق ومن تحت عشان تنفخ معايا. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة قوي. كده لونها زي الفل، اطلعها. احاول ان انا انضف الزيت اول باول عشان السمسم ما يتحرقش معايا. هنزل معاكم اخر حاجة واكمل الباقي مع نفسي وارجع لكم. خلاص مجرد ما بتاخد معايا اللون بقلبها على الوش التاني واطلعها على طول لحد ما يبقى معايا بالشكل ده. ايه رأيكم في شكلها؟ طرية جميلة، طعمها حلو قوي قوي، وسريعة وشيك. تنفع في المناسبات، في أعياد ميلاد، في المدارس، في خروجات برا. بتحشيها اللي نفسك فيها. بتحشيها مربات، نوتيلا، جبنات، بيض، لانشون، اللي نفسك فيه. بصي طرية ازاي من جوه، وهشة وخفيفة مش تقيلة. والله طعمها تحفة، جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه. يا رب تكون عجبكم وصحة وعافية للي جربها.